صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا جيت امبارح عند امي ومراتات اخواتي علشان اعيد عليهم واقضي معاهم يومين حلوين كده. فرحت جيت، طبعا امي عملت الاكل والدنيا مظبطه وانا واخداها راحه بقى. مرات اخويا دلوقتي قالت يلا نطلع فوق نعمل فشار، وهي عامله ترمس نعمل فيديو حلو كده مع بعضينا. وطلعت واحدة مانجا كمان قالت نعمل عصير، فهنصور فيديو مع بعضينا ونشوف الدنيا والاجواء عندنا. طبعا انتم متعودين بتيجوا معايا كل باجي بيت ابويا بصور مع بعضينا. غسلت المانجايه دي كويس وهبدا اقطعها بالشكل ده بسم الله علشان خاطر نعمل عصير. يا مالك تعال انت وابتسام سلم. خد يا مالك. تعالى يا لوك. اشوف بسبوسه بتقول له ايه، تعالى يا لوك. خد يا آية. المانجايه بالشكل ده هنزل بيها في الخلاط على طول وشويه سكر كده، حاجه بسيطه. هات الدورك يا ايه، هات الخلاط يا ايه. ها ايه يا اسماء انا مش متعود على مطبخك. تعالي تعالي. طب ثواني هجيب الدورة البتاع ده الخلاط. الفيشه مش شغاله. تعالي تعالي يا اسماء. نعمل فشار. هي ام مالك كانت هتعمل الحاجات دي، لما عرفت ان انا جايه قالت لا خلاص احنا هنعملها، وتطلعي تصوري فيديو ونسهر مع بعضينا ونعمل الحاجات الجميله دي. نعمل فنكوش كمان. كله عايز فنكوش وانا صراحه مش بحب الفنكوش، بحس انه بيبقى شارب زيت كتير. حجمه بيكبر ويبقى شكله جميل. بس نقلب فيه على طول عشان بيبقى فيه واحده مش طايله زيت، مش بتبقى منفوخه كده وحلوه، بتبقى نيه كده ومش طعمها حلو خالص. الفشار هيبدأ يفرجع اهو ويعمل الصوت الجميل اللي بنحبه ده. سمع صوت الفشار يا رب. نعمل فنكوش تاني. ماشي. بص لما الزيت سخن بيكبر بسرعة، شايفة؟ الفشار اوعى تفرج، اوعى تشيل الغطا دلوقتي. واو.
وانا عملت كمان في حله كبيره، قلت علشان خاطر يستوي براحته. ونفس النظام برضه الغطا. بصي بصي من الناحيه دي وما من هنا، بس مش هتعرفي تجيبيها. مفيش كمان خلاص اهو. حاجه سهله وبسيطه وسريعه بتفرح الاطفال والكبار كمان. بس خلاص. شايفين الفشار؟ بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا ايه رايكم بقى اهو؟ بسم الله ما شاء الله. ثواني اجيب صينيه كبيره ونفضيه عليها. بسم الله. شايفين لاخر واحده؟ بصوا اهو الحله اهي والفشار اهو جميل. رشه كمون حاجه بسيطه بتخلي الطعم جميل، ولو عايزين شطه كمان حطوا، وحاجه بسيطه ملح كمان. بس كده ايه رايكم بقى؟ جميل اهو. نعمل ايه كمان؟ هنشوف اهو. مرات اخويا جايبه بونبوني وشوكولاته ومصاصات للاولاد والبسبوسه، يعني حاجات برضو رخيصه وبسيطه ومش مكلفه، لكن الولاد والاطفال كلهم هيفرحوا بيها. هنرصها مع بعض كمان، اللي عاجبه حاجه ياكلها واللي يفرح بحاجه وبيحبها ياخدها. نفرح العيال بيها. مش لازم يعني علشان خاطر نفرح العيال يبقى الحاجات الغاليه و50 سنتي من كل حاجه كده، لا. دي حاجه كده نفرح بيها الاطفال. تعالى يا ملك، هتاكل ايه؟ ندم بسكوته وتعالى. جدع. في اللي عايز الشاي وفي اللي مش راضي بالعصير، واللي عايز حاجه نعملها له. وعملت مرة اخويا بلت الترمس ده من امبارح على فكره، ما كملش هو طول الليل بس كده، وصبحت النهارده ولعت عليه وسلقته بعد ما غيرت الميه مرتين وخلاص. طعمه جميل وحلو خالص. ثواني هجيب معلقه اوريه لكم. ولا ممرر ولا اي حاجه، ولونه حلو وطعمه حلو. عايزين تحطوا شطه تحطوا كمون تحطوا عصره ليمون اللي تحبوه. بس كده. حلوه العين دي بيبقى طعمها جميل خالص. في كمان البونبون اللي طعمه جميل ده. حاجات دهية الفشار بكام واحدة بونبوني اهو، تبقى شكلها جميل وحلو كمان. وعلى فكرة الفنكوش مش شارب زيت. انا كنت فاكرة ان هي يبقى شارب زيت كده، انا بتعب منه واخاف من شكله لما يكون شارب زيت، لكن دقته طعمه جميل خالص والله وحلو. وعين الحسود دي شكلها جميل وحلو، حطيتها وسط الفشار. ايه رايكم بقى؟ نسهر سهرة حلوة مع امي، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لنا. امك ثم امك ثم امك ثم امك مليون مرة مش 3 مرات. اللي عنده ام يحافظ عليها ويحبها ويخلي باله منها، مش اللي هو بتليفونه بس. لا، نروح لامهاتنا ونقعد معاها ونسهر معاها ونفرحها. الام بتبقى فرحانه ببنتها وهي جنبيها. والحمد لله على كل حال. كل عام وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب. هنسهر سهره حلوه مع مراتات اخواتي ومع امي، وكمان بعد شويه نعمل نسكافيه ونعمل شاي. وها خلاص. دكتور عمرو ده هيخطب. كلم ميان. كلم بطه. فين تيتا؟ تيتا فين؟ اها. اسمها ايه؟ تيتا مين؟ اسمها ايه؟ كل طيب. كل انت كل يا
حمات اخويا هتسلم عليكم، غاليه عليا جدا. ام حسام، ام اسماء، ام مالك هتسلم على المتابعين. وكأن النهارده يوم سبوع مش يوم عيد. النهارده ثالث يوم العيد كأنه سبوع والله. كلم يا مالك. يلا نتكلم وخلاص على كده. سلم على المتابعين يا ام حسام. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وعندنا احلى ام احمد في الدنيا، يا رب تعمل لكم حاجات جميلة وحاجات يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها ويديها الصحة يا رب. وعايزين بقى انتم متابعاتكم بقى ومشاهداتكم الحلوة لينا. يا رب يخليك يا ام حسام، ايه الكلام الحلو ده؟ انت حبيبتي يا ام احمد. يا رب يخليك، وانت كمان والله ربنا يديك الصحة يا رب. ايه والله مالك مراتات اخواتي أكيدي. كلهم حلوين. ايوه مالك. ايدي مالك احلى ملوكه في الدنيا. كلم تيتا. وحبيبه هايبه. كلم تيتا يا مشغول في لو. الاكل. هو عايز فشار بس. امي كان نفسها تطلع تسلم عليكم والله، بس امي تحت قالت مش هقدر اطلع السلم، وهي بتسلم عليكم خالص وبتقول لكم كل عام وانتم طيبين يا حبايبي. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.